بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في بناتنا اللي هم بيبقوا لسه متجوزين عرايس جداد بيجوا لنا بعد كام يوم أو أسبوع أو حاجة، يجوا يشتكوا إن في ألم في منطقة النهبل، وإن في حرقان في البول، وإن في هرش وفوران، ودي اسمها احنا بنسميها التهابات شهر العسل. طبعا الجزء ده بيبقى بعيد عن الاستخدام وبعيد عن الكشف في المنطقة دي في الفترة بتاعة البنت أثناء قبل الزواج، وبعد الزواج الموضوع بيتغير 180 درجة، وبالتالي مع الاحتكاكات والتعرض للحاجات اللي بالنسبة لها جديدة بيحصل الموضوع ده غالبا في أول أسبوع أو أول شهر، يعني عشان كده احنا بنسميها التهابات شهر العسل. ودي علاجها بسيط جدا مع غسول ومع مراهم على حسب الأعراض، وما يبقوش قلقانين ولا خايفين ان في حاجة. الموضوع بسيط خالص. التهابات شهر العسل دي بتتاخد ليها حاجات فيها مضادة للفطريات او مضادة للالتهابات او كورتيزون او مضادات حيوية مع تشطيف تقعد فيه كده ربع ساعة، الدنيا بتبقى زي الفل، ما تقلقوش خالص. من عرايسنا الجداد يعني شبه عارفين ما هي التهابات شهر العسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.